السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. أحمد سيد زيزو حديث الساعة الآن: 3 عروض للاحتراف والأهلي يرغب في ضم اللاعب. سادت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية حول احتراف أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك في الدوري السعودي، وأن اللاعب تلقى العديد من العروض من عدة أندية في دوري روشن السعودي للمحترفين. وأكدت تقارير صحفية أن عرض الشباب السعودي وصل إلى 6 مليون دولار، وأن نادي الشباب على استعداد لرفع العرض إلى 7 مليون دولار لنادي الزمالك للتعاقد مع أحمد سيد زيزو، إلى جانب راتب كبير قد يصل إلى 10 مليون دولار في 3 مواسم. من جهة أخرى، أكد الإعلامي هاني حتحوت أن جمهور الزمالك يعيش حالة من القلق بسبب إمكانية رحيل نجم الفريق أحمد سيد زيزو لنادي الشباب السعودي. وأشار إلى رفض مجلس إدارة نادي الزمالك لعرض الشباب السعودي بسبب أن التفريط في نجوم الفريق كانت أحد أسباب ثورة الجمهور عليه. وقال هاني حتحوت في برنامج الماتش: حالة من القلق يعيشها جمهور نادي الزمالك خوفا من التفريط في زيزو نجم الفريق، وأن وجود قوام رئيسي للفريق هو من يجلب البطولات للزمالك. المشكلة ليست في رحيل نجم ولكن في كيفية رحيله. جمهور الزمالك لديه مخاوف من مسألة الكوبري، بمعنى رحيل زيزو للسعودية ثم العودة للنادي الأهلي. ولهذا السبب اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك وقرر عدم رحيل زيزو ولو بمليار دولار. الزمالك رافض هذا المبدأ، ومجلس الإدارة يعرف أن رحيل النجوم قد أثارت الجماهير ضده الفترة الماضية. وأوضح هاني حتحوت أن زيزو تلقى 3 عروض من الدوري السعودي خلال الأيام الماضية، من الخليج السعودي، الاتفاق السعودي، وأخيرا عرض قوي من نادي الشباب السعودي. زيزو طلب خلال جلسته مع مسؤولي نادي الزمالك أولا الحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ 19 مليون جنيه، وحصل على وعد بالحصول على جزء من مستحقاته خلال الأيام القليلة القادمة. ثانيا، الموافقة على احترافه إذا تلقى عرضا قويا، ولكن إدارة نادي الزمالك وضعت عدة شروط للموافقة على رحيل زيزو في الفترة القادمة. منها أولا أن يوقع زيزو على ورقة رسمية للموافقة على رحيله من النادي، وأنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف. ثانيا، موافقة الكولومبي أوسوريو على رحيل اللاعب. وإدارة نادي الزمالك طلبت من زيزو وصول عرض رسمي بمقابل مادي لا يقل عن 10 مليون دولار. ومن جهة أخرى، أعلن طارق السيد نجم الزمالك السابق أن النادي الأهلي عرض على زيزو 67 مليون جنيه لضم اللاعب إلى المارد الأحمر. وكتب طارق السيد: انفراد، الأهلي عرض على زيزو 67 مليون جنيه. ومكالمة طارئة مع طارق السيد تكشف كواليس مستقبل زيزو. إلا أن أحمد مرتضى رفض عرض نادي الشباب السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو، وأبلغ مجلس الإدارة برفض رحيل زيزو حتى لو وصل العرض لمليار جنيه. أتمنى أن ينال هذا الفيديو على إعجابكم. شكرا على حسن مشاهدتكم، وإلى لقاء آخر.